744 مباراه، كسب منهم 287 مباراه، تعادل في 221 مباراه، وخسر في 236 مباراه بنسبه فوز 38%. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله دائما وأبدا. في الأيام الأخيرة شفنا ناس بتطلع، سواء إعلاميين، صحفيين، مسؤولين، يوتيوبرز، بيطلعوا يقولوا المدرب الجديد الإيطالي، البرتغالي، الأسباني، المش عارف إيه. كنت منزل فيديو من 3 شهور، من شهر مارس. 3 شهور ايه، من 7 شهور او حاجه زي او 8 شهور. كان قبل ما اوسيريو يجي، كان في برضو كلام زي الاوقات دي، بنطلع نتكلم مين اللي هيجي مين اللي هيروح، تاكيس، فيريرا، مش عارف مين. فكان موجود اسم المدرب الايطالي ده هو اللي اسمه والتر ماتزاري، مش ماترازي. ماترازي ده اللي هو زيدان اداله بالدماغ ده في 2006، مش هو ده. التاني ده راجل اقدم منه، ماتزاري. كنت منزل فيديو هنشوفه مع بعض. طبعا الفيديو اللي انا كنت منزله ده بيتكلم بقى ايه عن الانجازات بتاعت المدرب ده، والمباريات اللي لعبها، والبطولات اللي خدها، والفرق اللي دربها. درب فرق، درب نابولي، انتر ميلان، كالياري، واتفورد الانجليزي. هنشوف النسبة، نسبة الفوز بتاعته، ونسبة التعادل، ونسبة الخسارة، والاهداف اللي سجلها، والاهداف اللي استقبلها. هناخد لمحة كده سريعة، مش هطول على حضراتكم. قبل ما نبدأ ندعي لاخواتنا في فلسطين. اللهم نصرا كنصر بدر يا رب العالمين، وفتحا كفتح مكة يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عايز بس يعني أطلب من حضراتكم طلب، يعني الدعم في الوقت ده مهم جدا، عشان الفيديوهات مش بتوصل لناس كتيرة. قربنا ندخل على 700 مشترك، 700 زملكاوي، 700 أخ وأخت. يعني هنعمل استاد إن شاء الله هنا عندنا، فالاستاد هيبقى فيه 700. عايزين أكتر عشان صوتنا يوصل، ونحاول نتواصل مع بعض. أفكار، يعني كلامكم في التعليقات مهم جدا. ساعات أنا بغير قناعاتي لما بلاقي حد بيتكلم، بيقول وجهة نظره، بعرف وجهة نظره. يعني اختلاف في وجهات النظر بينفعنا جدا، خصوصا لما يكون باحترام. لما تكون انت بتطرح وجهة نظرك، ممكن انا ما كنتش شايف حاجة انت شايفها، ممكن تكون واصله لك حاجة، فكرك وصل لها بناء على خبرات عندك سابقة او اي حاجة تانية. فبالتالي يعني بتبقى اعلى مني تفكيريا في نقطة معينة او حاجة معينة، مش عيب. فتعليقات حضراتكم مهمة جدا، والدعم. شكرا على الدعم مؤخرا. اشترك في القناة، يعني لو حابب، ودي لايك. اللايكات قليلة جدا، فما بتخليش الفيديوهات توصل، سواء على اليوتيوب او الفيسبوك. فارجو الدعم معنوي. نتفرج كده مع بعض. بسم الله. وهنعلق على نقطة يعني. والتر ماتزاري المرشح لتدريب نادي الزمالك. ملخص سريع كده عنه. ابرز الفرق اللي دربها: نابولي من 2009 ل 2013، انتر ميلان من 2013 ل 2014، كالياري من 2021 ل 2022، واتفورد الانجليزي من 2016 ل 2017. اكتر فريق قعد معاه بيدربه فريق نابولي، من 2013 ل 2009. بعد كده درب انتر ميلان موسم واحد، بعد كده درب كالياري موسم واحد، بعد كده واتفورد موسم واحد. اخر فريق دربه كان في 2021، يعني من سنتين. انا معرفش بيدرب حاجة حاليا ولا لا، مش عارف. نكمل كده مع بعض. البطولات: بطولة وحيدة كاس ايطاليا
مع نابولي في سنة 2011. البطولات اخد كاس ايطاليا في 2011 مع نابولي. مش اخد بطولات كتير، بس عشان يعني بيدرب نابولي وكان بيدرب الانتر. الاوقات اللي كان بيدرب فيها كان في اليوفنتوس، كان في اي سي ميلان، كان في فرق تانية جامدة، والدوري الايطالي يعني مش سهل. فانه ياخد بطولة كاس يعني حاجة برضو ايه، مش عايز برضو ايه يعني اعليه قوي ولا اوطيه قوي، بس هتتفرج على الدوري الايطالي. الدوري الايطالي مش سهل جدا. الدوري الايطالي يعني صعب وعنيف وفكر عالي والدفاع والكلام ده كله. الكرة حلوة. مسيرته التدريبية كلها لعب 744 مباراة، كسب منهم 287 مباراة، تعادل في 221 مباراة، وخسر في 236 مباراة بنسبة فوز 38%. على فكرة نسبة فوز 38% دي مش حاجة قليلة برضو، لان هتحسبها، لو هتحسبها ان انت في مباريات اتعادلتها، اتعادل 200 حاجة و20 مباراة، وكسب 277 مباراة، وخسر 200 حاجة و30 مباراة. فنسبة الفوز اكبر نظرا للتعادل، للمباريات اللي تعادلها والكلام ده كله. ندخل بقى نشوف اهم حاجة. 38%. الاهداف المسجله ليه 1013 هدف، الاهداف المسجله عليه 909 هدف. وده يوضح لك ان هو في توازن الى حد ما بين الهجوم وما بين الدفاع. مسجل 1013 هدف داخل مرمى، فرق 100 هدف. كان معاكم بورتامنتو داخل مرمى 909 هدف، ومسجل 1113 هدف، حاجه زي كده. دي كانت لمحه سريعه كده عنه. كنت منزل فيديو ده من 7 شهور او اي حاجه كده، عشان كان في برضو كلام بيطلع ان هو هيجي ومش هيجي والكلام ده كله. هو داخل في 70 سنه على ما اعتقد. انا يعني وجهه نظري الصراحه، مدرب كبير، مدرب شخصيه قويه. الكره الايطاليه، الشخصيه الايطاليه عامه، افتكر جاتوزو، افتكر مالديني، افتكر مين تاني، توتي، توني، انزاجي. الناس دي شخصيتها قوية. بيرلو، الناس دي شخصيتها قوية، ما بتهزرش. هيجي هيفرد شخصيته، هيفرد اسلوبه، هيعمل شغل جامد جدا. ولكن انا ما اعرفش الصراحة. يعني اعرف رأيكم في التعليق برضو، يعني يمكن تساعدوني ان انا افكر برضو واكون وجهة نظر او اكون فكرة. معرفش. مش عايز اطول على حضراتكم. كان معاكم بورتامنتو. ما تنسوش اللايك، اعجاب، اشتراك، رايك في تعليق سواء على الفيسبوك او اليوتيوب. سلام.